محترفين عندنا من ساعه ما الكابتن حسام بقى 2 وربع بقوا 3 ارباع. محدش فينا بيلعب. شكرا جدا على كلامك. بالنسبه لي حاجه مهمه ان انا اشوف ان الناس المصريه فخورين باللي انا عملته. اشكرك تاني. بس السر في الفوز النهارده اللعيبه طلعت كل اللي عندها، عارفين بيلعبوا على اعلى مستوى وكلهم بيلعبوا في اوروبا او معظمهم بيلعبوا في اوروبا. فانا قلت للجيل ده قبل كده، قلت لهم دايما في الاجتماع بقول لهم انا فخور جدا ان انا لعبت معاكم. كنت محظوظ شويه ان انا عاصرت الجيل الاولاني اللي كسبوا الانجازات دي كلها، والناس حققت حاجات كتيره، بس انا مبسوط اكتر ان انا عشت مع الناس دي وشفتهم يوم بيوم وشفت قد ايه هم بيعانوا، لان ده كمان عصر السوشيال ميديا والدنيا صعبه عليهم. و كلنا عايزين نعمل حاجه لبلدنا، يعني كلنا ما فيش حد بخل باي حاجه. من اكبر واحد فيهم حتى سنا، يعني مش مقام ولا حاجه، سن لاصغر واحد فينا، كل الناس مبسوطه، كل الناس عايزه تلعب وتكسب البلد. فاتمنى ان شاء الله الماتش الجاي يكون لنا توفيق ونقدر نكسب ان شاء الله برضه. افتكر من ده هقول ايه، المعسكر ده كله لو اتصور يبقى احسن معسكر انا عشته في حياتي. اللعيبه كلها قريبه من بعضها، بنحب بعض، بنقعد مع بعض، كوميديا ما فيش بعد كده. طبعا غير الشغل في الملعب وبره الملعب. يعني انا في الاول وفي الاخر ما فيش حد ممكن اقول في البلد كلها عايز يكسب اللقب ده اكتر مني. الحمد لله كسبت كل حاجه في بعد اللقب ده. الضغط على اللعيبه مش هيفيدهم باي حاجه. انت خلي الضغط انا اللي شايله بقالي كتير كده كده، ما جاتش في كام شهر ولا كام اسبوع. هفضل اقول كده. كوت ديفوار النهارده وانت بتلعبها هم المرشحين الاكبر منك، عشان اللعيبه اللي بتلعب بره، وعندك لعيبه معظمها بتلعب جوه. بتلعب السنغال بطل افريقيا من 4 سنين. عندهم بص على التشكيله كلها 27 28 محترف. Bisi tane ya.